لابد أنه في أشخاص في مسيرة حياتك يعني أثروا فيك وتأثرت فيهم، يعني تركوا بصمة صح. في حياتك. نعم، لعلي أذكر ثلاث أسماء. نعم. أولهم أمي رحمها الله. الله يرحمه. مع أني أنا هي توفيت وأنا صغير، لكن أنا شعرت أني فقدت شيء كثير، فقدت نهر الحنان. ولهذا أنا قلت مرة أني أبحث عن هالحنان في قلوب الناس، في أنهار الكلمة، ووجدت شيء من ذلك ولله الحمد. لكن فأمي طبعا يعني يا أخي يظل الإنسان طفل حقيقي كما قيل عندما يفقد أمه. أشعر فعلا أن فقد أمي فقدت شيء، الشيء الجميل، فقدت دعواتها، فقدت إنسان، فقدت ذلك الحضن الذي كم أتمنى أنها موجودة رحمه الله. الشخص الثاني الشيخ حسن الشيخ. كم كان عمرك وقتها أستاذ حمد؟ أنا بحدود يمكن 11 أو 12 سنة. نعم رحمه الله رحمة الله. وكنت في أمس الحاجة لها حتى في هذا التوقيت في هذا العمر. حتى يعني هي آثرت حياتي على حياتي يعني في موقف ربما. فالشخص الثاني حسن. معلش أرجع لهذه، اسمح لي. كيف آثرت؟ بس ودنا نعرفها إذا سمحت، يعني لأنه الأم الحقيقة. أنا كنت في مريض وكانت هي مريضة رحمها الله. الله يرحمه. وتروي خالتي الموجودة الآن والدة الشاعر أحمد الصالح تقول كنا نأتي نسألها، كانت مريضة مرض يعني صعب جدا، وكنت أنا عندي إنفلونزا. كنا نسألها، يقول لي أختي كيف حالك يا محمد؟ قالت أنا طيب وبخير، بس الله يعافي ولدي حمد. بعد أسبوع دخلت رحمة الله. الله يرحمه. الله يرحمه. الله رحمه الله.